ورحمة الله وبركاته. استاد الجيش ببرج العرب وواحدة من المواجهات المرتقبة في الكرة المصرية، مباراة فرضت نفسها انها تكون من لقاءات القمة. النادي الاهلي النهاردة متصدر المسابقة ب 39 نقطة، البدري امام حسن في مواجهة فنية مرتقبة لكلا الفريقين. على بركة الله بدأنا مع الدولي جهاد جريش، انما يسيطر عليها وليد سليمان اللي بادئ من الجبهة اللي فيها محمد هاني من قدامه. هو وليد سليمان ما يقدرش يعمل كنترول وتطلع بره الى خارج الملعب. محمد حمدي يلعب رمية التماس، انما يحطها تاني لجوه الملعب قبل ما تخرج. احمد شكري ياخدها النادي الاهلي عن طريق عبد الله السعيد، طالع وبينادي عليه مروان. خطيره خطيره، ممكن جول جول جول. مروان محسن اتقل تاخد حاجه نظيفه. مروان يقول لك مستني لقاءات الكبار بهدف التقدم بعد اقل من 3 دقائق بحضور اول لمروان بقميص النادي الاهلي. اول اهدافه في لقاء كبير النهارده، قلت ممكن حد يفاجئنا مع البدايه. مروان محسن هو اللي بيسجل. يعني اللقاءين اللي فاتوا كانت متصعبه شويه قدام مروان وغاب عنه التوفيق، وخلاص بيقول لهم حسام حسن. انما تمريره عبد الله السعيد، خدمه التوصيل للمرمى في اسرع وقت اللي بيعملها عبد الله السعيد. بص عبد الله وتمريرته، وبص على طول مروان بشماله مش جامده، انما كان خد الزاويه الثانيه احمد بوسكا، عشان كده الصعب وياخد هو القرار بالبدايه في الجبهه اليمين. العرضيه ممكن تخدع اكرامي، انما يحط ايده رايحه، انما اكرامي برافو يا ولد يطلع الى ضربه ركنيه وهي رايحه شكلها صعب، ممكن تخدع اي حارس مرمى في اختبار ليه من العرضيه اللي اتعملت من الجبهه اليمين اللي راح بيها كويس قوي احمد سالم صافي. وادي بيأمن كده اكرامي وهو حاططها على فكره ليه بره المرمى. الراجل قال لك ما غامرش وامسك. نتمنى كل حراسنا الفتره اللي جايه قبل معسكر المنتخب يكونوا في افضل حاله. تتلعب الضربه الركنيه انما الى خارج الملعب، ضربه مرمى. ميدو جابر، تتلعب الكره عند مروان اللي بيهرب ويفك من رقابه الثنائي احمد منصور واسامه عزب لوليد سليمان، بينادي عليه محمد هاني. ممكن العرضيه خطيره، انما تقف تحت رجل احمد منصور ويلمها تاني بعمل جماعي هجومي جيد للاعيبه النادي الاهلي اللي بيظهروا بيه لاول مره بعد هدف التقدم. انما ياخدها ويسيطر عليها اسلام صالح. مباراه سريعه ناقصها ان يبقى فيها شغل على ال 18 هنا وهنا، تاخد مستوى جيد. ادي خطيره جمعه، خطيره للمصري، مش ممكن اللي فاتت، خطيره للمصري. واحمد جمعه مش هتجيلك تاني بالسهوله دي. عرضيه في منتهى الجمال، تحرك رائع من احمد جمعه. انما بص شكري يا ولد يا شكري، عامل واحده وشايف ومصور ال 18 والمكان. هو ده اللعيب اللي يقدر يوصلك كويس. وجمعه اللي كان لسه كده بيلف بوجود النادي المصري في مكانه غابت عنه المساكين مع حارس المرمى اللي كان تمركزه فيه مشكله على فكره بوسكا، لان الكره رايحه ضعيفه. انما مروان اللي الاتحاد ولقاء القمه المرتقب الاهلي والزمالك في الاسبوع ال 17 تتلعب لحسين السيد. عرضيه خطيره، ضربه الراس يطلع الدفاع على مرتين. احمد فوزي من على القايم البعيد اللي جه من الجبهه اليمين عند مروان، تاني جوه ال 18 دفاع واستبسال واشتباك. حسين السيد عاوز يسدد وقع على الارض، جسمه مش معدول، انما تترد تاني. كره رايحه وجايه، الدفاع بيشيل ولاعيبه النادي الاهلي بترد، انما بدون تركيز في اللمسه الاخيره. شوف الكره، يمكن دخلنا على دقيقه بيطلع دفاع النادي المصري والبورسعيدي. ضربه حره من مكان كويس قوي. النادي الاهلي اللي بيحاول الوقت اللي جاي ان هو يعزز النتيجه معلقه حتى لو 2-0 وفاضل دقيقه. عبد الله السعيد يلعبها جامده انما تخبط في الحائط اللي موقفه كويس بوسكا. يطلع تتلعب الكره تاني عند اسلام صالح اللي بيلعبها في الجبهه اليمين. محاولات للنادي المصري من بره ال 18 يعدل، تسديده جامده فوقتنا يا ابني. ايه يا ابني الجمال ده، ايه يا ابني يا جمعه ده، حلوه من هنا للصبح يا ولد يا جمعه، في منتهى الجمال بلعبه هي الاجمل في المباراه لغايه دلوقتي. بص المهاره الفرديه، بص الحلول الغير تقليديه عملها جمعه من بره ال 18 عشان يهدد مرمى اكرامي. لو قعد يومين اكرامي ما كانش يقدر يعمل لها حاجه. صعبه. مروان محسن يتحرك من قدام المنطقه. مروان فتح مساحه وسكه كويسه في الجبهه اليمين. وليد سليمان لمحمد هاني، عرضيه انما فريد شوقي في مكان كويس لوليد سليمان، عاوز ياخدها مباشره انما وضعيه جسمه مش معدوله لخارج الملعب. عاوز يسقطها جوه ال 18 حسين السيد، انما يقع على الارض جمعه. جريشه قريب من الكوره، كمل يلعب مفيش اي حاجه. يلعبها كريم ندفد لاحمد فتحي بثلاث نقلات مع صفاره نهايه الشوط الاول. تقدم للنادي الاهلي بهدف وحيد عن طريق مروان محسن
بعد 3 دقايق من البدايه. عشاق ومتابعي شاشه نايل سبورت في كل مكان، تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه الى استاد النيل، الزميل العزيز كابتن تامر صقر، ونجوم التحليل الفني كابتن علاء ميهوب وكابتن مؤمن سليمان. الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني. عبد الله وكريم يسندها لنفسه كريم ويحطها تاني لعبد الله، انما اندفاع من احمد فوزي خارج الملعب الى ضربه ركنيه. الركنيه في اخر انتصارات الاهلي في الدور الثاني، تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. سعد سمير، سعد سمير كبير يا سعد يا سمير، خلاص سعد سمير فتحت معاه متقمص دور راموس بتاع ريال مدريد، وبيطلع فوق الجميع ويسجل سعد الدين سمير راموس الاهلاوي هدف تاني. ثنائيه اهلاويه، سعد الدين سمير فوق كل المدافعين مع اول 3 دقايق، كأن الدقيقه الثالثه هي النهارده كلمه السر للاهلاويه. 2-0 جون في الدقيقه الثالثه في الشوط الاول، وجون في الدقيقه الثاني. راجع معاه شكري، يا ولد يا لعيب، يخلصها كويس قوي عند وليد سليمان، يقطم ويدخل لجوه، عرضيه خطيره انما ما مالتش في دماغ عبد الله السعيد. شراسه هجوميه للنادي الاهلي، بيفوق تتلعب الكره عند مروان، مساحه فاضيه ممكن يشتغل فيها مروان، لسه جاي له اسامه عزب، هيطلع لبره المنطقه، يطلعها الناحيه الثانيه، بعدت عن المواجهه خلاص، وبقى فيه اكتر من 7 لعيبه قدام 18 المرمى بتاعهم. حسين السيد عرضيه في منتهى الجمال، انما برافو يا ولد يا لعيب. احمد ايمن منصور يطلع بدماغه ويكمل فيها محمد حمدي بتغطيه جيده داخل ال 18. محمد هاني، انسحاب اجباري لعيبه النادي المصري على حدود ال 18، ووجود هجومي للنادي الاهلي في 30 متر المهمه عند منطقه جزاء احمد منصور واسامه العزب. وليد سليمان يفتح الملعب عند عبد الله السعيد، عبد الله السعيد انما ياخد معاها الاخيره. انما النهارده كان فضل يبدا باحمد فوزي وخلى احمد سالم صافي هو الهاف اللي بيجي من وسط الملعب يكمل هجوميا، وهيرجع لوضعيته بقى اللي كان بيبدا بيه حسن. يلعب عبد الله غيرات حسام حسن على القايم القريب، المره دي بقى تداركوا الموقف الدفاعي ويطلعوا ويشيلوا. النادي الاهلي على خلاف المتوقع هو اللي بدا هجوميا، وليد خطير خطير انما يتزحلق يا ولد يا لعيب احمد منصور. بدايه في بوسكا كان ممكن يتقل شويه، جامده قوي جامده قوي. عبد الله السعيد بيعمل الركنيه اللي جه منها الهدف اللي سجله سعد الدين سمير. سعد الدين ضغط وكثافه لمدافعي الاهلي، عرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. احمد سالم صافي 2-1، هيولعوا ال10 دقايق اللي فاضلين. عرضيه حلوه واحمد سالم صافي الهدف الاول بعد ضغط من الفريق البورسعيدي على النادي الاهلي. 2-1 مع الدقيقه 81، هيغيروا الحال تماما الوقت اللي جاي. وكانت لعيبه النادي الاهلي ريحوا بعد الهدف اللي سجلوه والضغط اللي اتعمل اول ربع ساعه. ادي الكره شالها حلوه قوي شكري، عرضيه هيرمان كواو، والتغطيه العكسيه اللي دخل لجوه حسين السيد في غياب لكريم نيدفيد اللي كان لسه راجع في المكان دوت. وقدر النهارده تكتيكيا حسام البدري ياخد اللي هو عايزه من اللقاء. 5 ضربة جزاء للنادي الاهلي الموسم ده. عبد الله جول جول جول، عبد الله السعيد الهدف الثالث. 3-1 للنادي الاهلي على المصري مع الدقيقه 90. وقدر النهارده تكتيكيا حسام البدري ياخد اللي هو عايزه من اللقاء. 5 ضربة جزاء للنادي الاهلي الموسم ده. عبد الله جول جول جول، عبد الله السعيد الهدف الثالث. 3-1 للنادي الاهلي على المصري مع الدقيقه 90.